لماذا صوت الحمار هو أنكر الأصوات بين الحيوانات؟ وما هي النصيحة التي نصحها لقمان الحكيم لابنه وضرب له مثلا بصوت الحمار؟ هل كشف العلم الحديث شيء يتعلق بهذا الإعجاز؟ اليوم أيها الأحبة سنتأمل هذه الآية الكريمة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ونكتشف الإعجاز المذهل إن شاء الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. سؤال يخطر بالذهن: لماذا استخدم سيدنا لقمان عليه السلام هذا المثال فقال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير؟ هل كشف العلم شيء يتعلق بالنغمات التي تصدرها هذه الكائنات، وأن الحمار لديه شيء مميز يجعله من أسوأ أو أنكر الأصوات؟ طبعا أيها الأحبة، خلاصة هذا اللقاء سنكتشف أن الحمار ينفرد بصوت لا يشبهه أي صوت آخر، سبحان الله، وهو صوت لا تستطيع أن تستخرج منه نغمة واحدة. لاحظ دقة التعبير القرآني أخي الحبيب. صوت الحمار كما يقول العلماء هو الصوت الفريد الأكثر إزعاجا في عالم الحيوانات، بل في عالم الكائنات. يعني انظر، صوت البلابل تشعر بنغم، تشعر بتغريدات لطيفة تلامس القلب، تسليك أحيانا، تذهب همك. حتى مواء القطة عندما تنادي صاحبها، عندما تكون جائعة، عندما تتعاطف مع صاحبها، تصدر هذا الصوت اللطيف الذي يعني أيضا يلامس القلب. انظر إلى عالم الكائنات الحية، سبحان الله، تجد الكثير من الأصوات التي يألفها الإنسان بل ويحبها. حتى صوت الديك في الصباح تجد له نغمة مميزة، إلا صوت الحمار، سبحان الله. إذن في عالم الحيوان لكل كائن صوت يميزه، يستخدم هذا الصوت للتواصل أو للتحذير أو للتعبير عن مشاعره أحيانا، كما في عالم القطط كما قلنا. طبعا صوت الحمار يبرز كواحد من أكثر الأصوات تفردا وتميزا في عالم الحيوانات كما تقول الدراسات العلمية الحديثة. ويقولون أيضا إن صوت الحمار هو الأكثر إزعاجا للبشر. فاليوم أحبتي في الله، من خلال يعني سنتعرف على بعض من تأمل هذا الصوت ودرسه، ونجيب عن هذا السؤال: ما الذي يجعل صوت الحمار فريدا؟ لماذا يثير الإزعاج عند كثير من الناس؟ صوت الحمار معروف بالنهيق، نهيق ينهق، فهو ليس مجرد صوت عادي. ما يميزه أنه يصدر أثناء شهيق الهواء وزفيره يصدر هذا الصوت. يعني هو لا يغني مثل البشر، بل هو يمكن أن أقول لك أسلوب في التنفس. يعني عندما يشهق يأخذ الهواء شهيق يأخذه بصوت، وعندما يصدر الهواء في الزفير يخرج الهواء يخرجه مع صوت. وهذا طبعا الأمر كما يقول العلماء نادر جدا في عالم الحيوانات. معظم الحيوانات تصدر أصواتها عند زفير الهواء. يعني حتى الإنسان تجد أنه عندما يتكلم يخرج الهواء، أما إنه يتكلم ويدخل الهواء، أو أنك تجد حيوان وهو يأخذ شهيقا ينتج هذا الصوت، هذا أمر نادر جدا. لذلك يقول العلماء إن يعني هناك تنسيق معقد جدا بين التنفس وخروج الصوت، طبعا بحيث أن النغمة تكون متذبذبة وعالية، وبالتالي لا تشبه أي صوت حيواني آخر. إذن هو ينفرد بهذا الصوت بسبب أنه ينسق بين الشهيق والزفير وبين هذه الأصوات. طب العلماء ماذا وجدوا عند تشريح حنجرة الحمار؟ الحقيقة وجدوا سر هذا الصوت الفريد، أن الحنجرة لهذا الحمار عندما طبعا
قاموا بتشريحها وفحصها ودراستها، وجدوا أنها تحتوي على أوتار صوتية أكبر وأسمك من كثير من الحيوانات الأخرى. يعني الأوتار الصوتية لديه سميكة جدا، قطرها كبير. وهناك أيضا أكياس جانبية تؤدي إلى زيادة قوة الصوت، لذلك الحمار صوته قوي جدا. لو تم قياسه بالديسيبل، مقياس لشدة الصوت، تجد أنه يعني قوي جدا. فعندما يشهق الحمار يشد أوتاره الصوتية بطريقة خاصة تجعل الصوت يتذبذب وهو يشهق، وعندما يزفر يخرج الهواء ينتج صوتا متماسكا ولكنه متردد. طبعا هذا التغير في الضغط والاهتزاز بين الشهيق والزفير يجعل النهيق قويا وعاليا. سبحان الله، نهيق الحمار ليس دائما بنفس النغمة أو نفس الطول. طبعا هو لا تستطيع أن تستخرج منه نغمة يطرب لها الإنسان مثلا، بل هي عبارة عن ترددات صوتية فقط عشوائية. فالنهيق يتميز بأنه نهيق طويل وممتد، وأحيانا يكون قصيرا، ولكن غالبا يكون مزعجا وغير مألوف بالنسبة للأذن البشرية. طبعا الحمار كمعلومة يعني أحبتي في الله، عندما ينهق لماذا؟ وجد العلماء أنه أيضا لديه عاطفة، لديه تعبير عن حالته العاطفية. فعندما يكون وحيدا يصدر نهيقا يختلف عن النهيق في حالة الخوف، ويختلف عن النهيق في حالة الجوع. سبحان الله. الحمار عندما يحذر ابنه مثلا، أو الحمار الأنثى تحذر ابنها، حمار يحذر بقية الحمير، هذا التحذير له نهيق خاص أيضا يختلف عن النهيق العادي الخاص بالجوع أو الخوف أو التعبير عن الحزن أحيانا. طبعا شدة صوت الحمار أيها الأحبة تتراوح بين 85 إلى 90 ديسيبل، يعني هذا يعتبر صوت عالي جدا، وهذه الشدة تجعل النهيق مسموعا وبقوة حتى في المناطق البعيدة المجاورة. إضافة إلى ذلك تردد الصوت المتوسط إلى العالي، هذا التردد لديه تردد محدد، يعني ذبذبة محددة تكون منخفضة ثم ترتفع، وهذا يزيد من إزعاج الصوت. طبعا لو قارنا هذا الصوت، صوت الحمار، مع أصوات نباح الكلاب، أو مثلا صوت الأغنام أو خوار الأبقار، فيعتبر كما يقول الخبراء، خبراء الأصوات، نهيق الحمار هو الأكثر إزعاجا بسبب طبيعته المتكررة، مما يجعله مصدر ماذا؟ توتر للبشر، وبخاصة في يعني المناطق التي يكون الإنسان فيها مسترخيا أو هادئا أو نائما. وبالتالي يعني قام العلماء بمقارنة بين نباح الكلاب وهو مزعج ونهيق الحمار، ولكن وجدوا أن نهيق الحمار أسوأ بكثير، لأنه يصدر من الشهيق والزفير. بين النباح الكلب فقط هو زفير، يعني يخرج هواء مع صوت. وبالتالي مثلا صوت الضفادع، صوت الأبقار أقل حدة بكثير وأقل إزعاجا، يعني حتى الأقارب القريبين للحمار مثل الخيول، صوت الخيول لا، صهيل الخيول صهيل غير مزعج يألفه الإنسان سبحان الله، مع أنه حيوان قريب من الحمار يعني. وبالتالي الحمار يعني ينفرد في المملكة الحيوانية بهذا الصوت المزعج، مما يجعله علميا من أنكر الأصوات، أي من الأصوات التي يستنكرها الإنسان وينفر منها. الإزعاج الناتج عن صوت الحمار يمكن أن يؤثر على راحة الإنسان، يؤثر على حتى طريقة التفكير. بعض الناس يسبب لهم النهيق المستمر، يسبب لهم توتر واضطرابات في النوم، يؤثر على التركيز. سبحان الله. يعني يمكن أن نقول أحبتي في الله، صوت الحمار ليس مجرد صوت عادي، بل هو نتيجة تركيب تشريحي فريد لديه في الحنجرة.
يتميز عن بقية الحيوانات وهو بالفعل أكثر الأصوات إزعاجا. طيب الآن دعوني أختم بنصيحة سيدنا لقمان. ماذا قال لابنه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر مجموعة من النصائح، ثم قال له واقصد في مشيك، يعني لا تتكبر. اقصد يعني امشي وعليك السكينة والوقار، وعليك الهدوء والتواضع. اقصد في مشيك، واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك كثيرا، فإذا ما رفعت صوتك تذكر صوت الحمار، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تذكر هذا الصوت المزعج، صوت الحمار. لذلك هذه الآية أيضا نصيحة لنا أيها الأحبة. فإذا كان هناك شخص عصبي مثلا، شخص لديه توتر أو انفعال أو تعود على الصوت المرتفع أو العالي، ليتذكر هذه الآية. كلما تذكرت هذه الآية واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فكلما تذكرت أن أنكر الأصوات لصوت الحمير إذن سوف يهدأ صوتك. وطبعا هذه نصيحة من سيدنا لقمان لابنه، ختم بها سلسلة النصائح، بدأها بعدم الإشراك بالله، يعني كما قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو من أعظم الذنوب. ثم ختمها واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سبحان الله. ويأتي العلم الحديث ليثبت أن صوت الحمار ينفرد ويتميز عن كل الحيوانات، وهو بالفعل تم تصنيفه على أنه الأكثر إزعاجا والأكثر نفورا، وأكثر صوت يستنكره الإنسان هو صوت الحمار. لذلك قال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.